ازاي تلعب ليج بريس صح 100%. الليج بريس سواء على الجهاز ده او الجهاز وانت باصص لفوق او غيره، كله بنفس التكنيك اللي انا هشرحه. رجلي في نص الجهاز بالظبط عشان اجيب الاماميات والخلفيات بالتساوي. اهم حاجه في التمرين ده انك ما تفردش ركبتك للاخر بالشكل ده. لو انت لا قدر الله حاطط وزن تقيل ممكن يحصل لك اصابه في ركبتك، فعشان تتجنب الموضوع ده وتعمل الرينج اوف موشن كامل اخرك هنا نفس التكنيك ده. ازاي تلعب ليج بريس لو فيت صح 100%. الليج بريس سواء على الجهاز ده او الجهاز وانت باصص لفوق او غيره، كله بنفس التكنيك اللي انا هشرحه. رجلي هتكون في اخر الجهاز بالشكل ده عشان اركز اكتر حاجه على الاماميات. اهم حاجه في التمرين ده انك ما تفردش ركبتك للاخر بالشكل ده. لو انت لا قدر الله حاطط وزن تقيل ممكن يحصل لك اصابه في ركبتك، فعشان تتجنب الموضوع ده وتعمل الرينج اوف موشن كامل اخرك هنا نفس التكنيك ده. ازاي تلعب ليج بريس هاي فيت صح 100%. الليج بريس سواء على الجهاز ده او الجهاز وانت باصص لفوق او غيره، كله بنفس التكنيك اللي انا هشرحه. رجلي هتكون في اعلى مستوى من الجهاز عشان اركز اكتر حاجه على الخلفيات. اهم حاجه في التمرين ده انك ما تفردش ركبتك للاخر بالشكل ده. لو انت لا قدر الله حاطط وزن تقيل ممكن يحصل لك اصابه في ركبتك، فعشان تتجنب الموضوع ده وتعمل الرينج اوف موشن كامل اخرك هنا